ما بين الشوطين. الحين نبيك تعلقون على نقول الريال وبرشلونه. أصدقائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم لكلاسيكو الأرض، لديربي ليس له نهاية، ولكن يبدأه برشلوني كتالوني بأحلى الألوان على ملعب الكامب نو، ولديه مدريدي باللون الأبيض باللون المرنجي. الترسانة الكتالونية اليوم تريدها 3 حتى تقلص الفارق، أما الريال يريدونها تعادلا أو فوز ليبتعدوا وكذلك ليأخذوا الصدارة على الغريم الكتالوني. ولكن بين هذا وذاك سوف نتعرف اليوم على هوية اللاليغا، ومن يكتسب اللاليغا ومن يفوز باللاليغا لموسم طويل فيه تشجيع دفاع قوة. ولكن الليلة هو كلاسيكو العالم بأكمله وليس كلاسيكو اسبانيا أيها الحضور. هنا في ملعب الكامب نو تشكيلة الفريقين، نبدأ بالمضيف الكاتالان بلاوغرانا في حراسة المرمى تير شتيجن الأساسي بعدما رحل كلاوديو برافو إلى السيتيزنز إلى مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا. الدفاع روبرتو وكذلك جوردي ألبا. الدفاع بيكي وماسكيرانو. ثلاثي وسط ميدان، غياب الرسام، غياب الكبير أندرياس انيستا يرسم هجمة كتالونية بأحلى الألوان بلون أزرق وبلون أحمر. ولكن الليلة بالشوط الثاني صدقوني برشلونة سوف يكون أحسن. يلعب في الوسط بوسكيتس، الراكيتيتش، أندريا جوميز القادم من فالنسيا، هو باكو الكاسيل. 3 في الهجوم، ميسي سواريز ونيمار من أجل الانتصار لهجوم النار. أما بالنسبة لريال مدريد الضيف بحراسة المرمى كيلور نافاس. الدفاع غياب لبيبي، كارفاخال، مارسيلو، راموس، رافائيل فاران. ووسط الميدان غياب توني كروز، وكذلك مودريتش، إيسكو، كوفازيتش. والثلاثي الهجومي غياب السريع الطاير النفاث الويليدية جارث بيل. يلعب لوكاس فاسكيز الشاب، ويلعب بنزيما برفقة كريستيانو رونالدو ليكون هدافا تاريخيا في هذا اليوم للمرنج الريال في الكلاسيكو. إذا أتى بهاتريك لقد فعلها، وفعل الهاتريك أمام أتلتيكو مدريد وأصبح هداف الديربي. بالنسبة للأبيض الملكي الروخ بلانكوس ريال مدريد، هل يفعله ويكون الهداف التاريخي للكلاسيكو الأرض بعدما أن تجاوز راؤول وتجاوز رونالدو وزيدان وبقية الكبار؟ هل يتجاوز دي ستيفانو الذي تجاوزه في الديربي ويفعلها أمام مؤسس النادي سانتياغو برنابيو اللي هو عمل فكرة ريال مدريد والليلة الملكي؟